يقول ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين، يقول: من تأمل ما جرى على المسلمين من الكوارث والمحن في قديم الدهر وحديثه وجده من ضياع هذا الأصل، وهو أنه ما خرج قوم على إمام لإنكار منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه. ثم ذكر قصة خروج الناس على عثمان ومقتله وفتح باب الفتنة، وخروج الخوارج على علي رضي الله عنه ومقتله، وظهور فرقة النواصب كردة فعل لتكفير علي من قبل الخوارج. ثم ذكر إلى عهده وفي العصر الحديث: وقد عاصرتم ما حصل منذ سنوات في العالم العربي من خروج بعض الشعوب على أنظمتها، رغم أن لتلك الشعوب مبرر في الخروج على تلك الأنظمة لفسادها، لكن مع ذلك جر هذا الخروج ويلات على تلك الشعوب، مثل خروج الناس على حاكم سوريا. حصل للناس يعني كوارث لا يعلمها إلا الله، وأنتم ترون وتسمعون: 200,000 قتيل و7 مليون مشرد وتدمير كامل للبلد. هل هذا فيه مصلحة؟ طيب، وعلى فرض بعدين راح هذا الحاكم بشار الله يزيله وينتقم منه، من الذي سيأتي؟ بيجي واحد من الصحابة يحكمه؟ لا، اللي بيجي يمكن أخص من بشار، إما ديمقراطيين ما عنده حكم بشريعة الله، ولا ناس من الخوارج مثل داعش دولة وربعهم يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما بالهوى. أجل الخروج شر. ما حصل في ليبيا إلى الآن، ليبيا الآن تتجرع الآلام والحرب والفتن، ما حصل في اليمن وما يدور فيه الآن من مآسي وكوارث. الخروج شر، فكيف يكون الخروج على النظام الطيب الذي كله خير إن شاء الله مع ما فيه من التقصير، مثل النظام عندنا في المملكة العربية السعودية؟ لا نقول أن النظام كامل، لا، فيه تقصير. حتى أنت في بيتك تقصير، ما أنت قادر تسيطر على بنتك وعيالك، لأن بعض الناس يلوم الدولة ولا يلوم نفسه في بيته. التقصير حاصل، لكن الحمد لله في بلادنا الشريعة قائمة والقضاء مستقل، ليس لأحد سلطان على القضاء. ما يقدر الملك يتصل بقاضي يقول بالله احكم كذا وكذا، لا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، والصلاة والشعائر الدينية قائمة، والعدل قائم، ما حد يقدر عليك يأخذ أرضيتك ولا يأخذ بيتك ولا مزرعتك. وأيضا الأمن مستتب، الرجل يعبر من أقصى البلاد إلى أقصاها ما يخاف أحد. نحن نجزم الآن أن ما في واحد منكم معه في جيبه سكين ولا مسدس، آمنين. لكن روحوا بعض البلدان، وقد رأيت أنا واحد والله إن حلاق وإن الرشاش معلق بظهره، والثاني يبيع فول وإن الرشاش معلق بظهره. هذه حياة ذي؟ نحن آمنين والحمد لله. ولذا بعض الناس من المغرر بهم يسعون إلى إفساد هذه النعمة التي نحن فيها، ونحن لا ندعي الكمال في مجتمعنا، لكن فيه خير كثير، وموقفنا أن نزيد الخير وأن نعالج الأخطاء بالدعوة إلى الله وبالدعاء لولي الأمر وبالصبر، إنما بالخروج فساد وكوارث.